ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. برحب بالناس اللي اشتركت في قناتي، ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما اتفقنا يا بنات، ننزل كده أول ما نشوف الفيديو ننزل نزين التعليقات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنسيش طبعا الكومنتات الحلوة اللي بتسعدني. اول ما ابدا الفيديو كده النهارده قلت لا، النهارده في يوم طويل قوي، فهعمل كوبايه شاي كده تسليني. فعملت كوبايه شاي كده، شاي تقيل كده، ايه عشان ايه تسليني طول ايه ما انا واقفه في المطبخ. واو يعني كوبايه كده صغيره، فاتفضلوا معايا بقى الشاي كده وتعالى نبدا يلا اليوم بتاعنا. اول حاجه هعملها، عملت حطيت حله ميه على النار عشان ديت هسلق فيها الفرخه. تمام. وبعد كده هعمل الحشوة بتاع الفرخة، لاني هعمل الفرخة المرة دي محشية. تمام. محشية ايه؟ محشيها بقى. دي خلطة عبارة عن بصلة صغيرة بقطعها رفيع، وبعدين الكبد والقوانص وبسيبهم يتشوحوا مع بعض شوية. حطي بقى بهاراتك بقى، فلفل، كمون، كزبرة، واحدة مرقة دجاج. لو ما عندكش مرقة دجاج ممكن تستغني عنها عادي. معلقة ملح. تمام. هو الكمون والفلفل يعني يغني عن كل حاجة، عن كل البهارات، يخلي طعمها حلو. احنا قلنا كده كده اتفقنا ان احنا ما نكترش في البهارات عشان الطعم ما يدحش. تمام. وربع كيلو رز. تمام. كده ايه الخلطة بتاعتنا خلصت، هنسيبها تتشوح شوية اكنك بتعملي خلطة محشي، بس ايه بالكبد والقوانص والرز من غير خضرة خالص. لو في خضرة برضو حلوة مش وحشة برضو. تمام كده انا عملت الخلطة اهوت خلصتها. يعني اللي هي البصل، عبارة عن بصل والكبد والقوانص والفلفل والكمون والملح والرز. غسلت طبعا زي ربع كيلو رز او اقل من ربع كيلو، وهنحط عليه ونشوحه شوية وخلاص كده يبقى الخلطة عندي خلص. تمام كده يا بنات. يلا متنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. ادي الرز اهوت هننزل بيه حبة حبة كده ونشوحه بالراحة ونشوحه كده. انا طبعا على ما الخلطة دي بتستوي بكون متبلة الفرخة ببصل وفلفل وكمون ومعلقة ملح. تمام. متبلاها كده ولفاها، ندعكها كده مع بعض دعكة حلوة ونركنها على جنب. كده الخلطة عندي خلصت والمية بدأت تغلي. تمام. هجيب الفرخة بقى عشان ايه نبدأ ايه نحشيها. بسم الله ما شاء الله. الفرخة هي حوالي 2 كيلو او 2 الا ربع او 2 كيلو. تمام. انا كده تبلتها وفتحت الجلد بتاعها كده عشان هحشيها من كل الجوانب. ما شاء الله تبقى معايا فرخة حلوة كده محترمة. تمام. تبلتها طبعا قايلك وفلفل وكمون وبصلة متقطعة برضو حتت بسيطة كده رفيعة. وهبدأ بقى اجيب الخلطة بتاعتي وابدأ ايه احشي. تمام. ادي الخلطة بتاعتي اهي بعد ما خلصت، الكبد والقوانص حتت صغير والرز وبس والفلفل والكمون والبصل. تمام كده. تبدأ بقى احشيها بقى بالمعلقة كده وتحشي من جوه. وبعد كده بترفعي الجلد وتحشي من ايه حواليها كده. تمام كده. المية بتاعتي بدأت تغلي، هحط فيها البهارات بتاع الشوربة العادية بتاعتنا. هحط فيها بصلاية وشوية كمون عشان الزفارة بتاعت الفراخ، لو في زفارة ولا حاجة احنا متبلينها ومظبطين، بس بنحط شوية كمون كده حلو. تمام. ومعلقتين ملح. وبنحط بقى ورقة لورا ومرق دجاج لو موجود ما عندك. هي الفرخة بتعمل يعني الشوربة بتاعتها بتبقى حلوة. تمام. كده انا خلصت الفرخة، المفروض كده هسقط الفرخة. تمام يا بنات. ادي الفرخة اهيت وكتفتها وظبطتها، وهنحطها تتسلق بقى ونسيبها كده نغطي عليها وهنسيبها مع نفسها كده، بس نغطسها كلها في الشوربة. تمام. عشان ايه تبقى ايه كلها غطسانة عشان تستوي. تمام كده. اول ما تغلي هنيجي موطين عليها ونقلنها على العين التانية ونسيبها بقى تستوي براحتها. تمام كده. يبقى انا كده خلصت الفرخة. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هنصج اللحمة. هعمل اللحمة متعصجة ليه؟ للجلاش، عشان هعمل صينيتين جلاش كده يستاهلوا بقكم الحلو ده. تمام. يلا يا بنات ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، عليه افضل الصلاة والسلام. تمام كده. كده مع بصلة مع فلفلاية وابدأ اشوحهم معلقة سمنة ومعلقتين وحبة زيت ومعلقة ملح والبصل والفلفل كده، ونقعد نتبل فيهم نقلب فيهم شوية. كمون، فلفل، البهارات بقى اللي عندك بهارات، عندك بهارات لحمة حطي. تمام.
بس ما تكتريش يعني فيهم. تمام كده. بس كده تشوحيهم لحد ما ياخدوا اللون يدبلوا كده، وبعدين بننزل اللحمة ونقلبها برضو، تاخد التقليبة بتاعتها كده. اول ما تدي لون غامق كده شوية بديها ايه بكده خالص. تمام كده بدأت بقى هطلع ايه الصواني عشان نعمل الجلاش. الجلاش ده يا جماعة نوع جميل قوي، يعني مش قصدي اعمل اعلانات ولا حاجة. هو جلاش الفلاح جميل. بصوا طري وطازة. بصوا ما اقولكوش ما شاء الله. بصوا اللفة بتبقى عاملة عندي ازاي. والله ما شاء الله الجلاش كان طعمه تحفة، عشان لسه طازة كده، وسبحان الله طري قوي والله، ولا بيتقطع ولا بيتفروت ولا اي حاجة، ما شاء الله جميل قوي. كده بقى دهنت الصينية بسمنة. وبدأت بقى كل رقة جلاش بحط ايه بدهن بالسمنة كده وبالزبدة. تمام لحد ما اوصل لنص اللفة كده، واجي حاطة بقى اللحمة المفرومة، وبعدين ايه احط بقى تاني، ابدأ تاني برضو ورقة جلاش سمنة، ورقة جلاش وسمنة، لحد ما ايه ما اخلص الكمية كلها. تمام. هنا بقى كانت الورقة بتبقى كبيرة على الصينية شوية، فبحتاج ان انا اتني الحرف بتاعها كده. بس برجع بقى افتحه تاني واحط تحتيه سمنة عشان ما يبقاش برضو سايب اللفة. وبعد كده قررت ان انا اقص اللفة على قد الصينية بس. تمام بقيت الورقة تيجي على قد الصينية بالظبط، ما تعبتنيش الصراحة يعني. الفكرة ديت انا جيت اقصر جلاش على قد الصينية، وجيت ايه بقيت اخد الورقة على طول، ما بقتش اتنيها يعني. تمام بقيت مظبوط على قد الصينية بالظبط. تمام اعمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة كده. عايزة اقول لكم بقى ان الرحمة تعبتني اليوم ده تعب. والله هي كانت تعبانة اصلا، داخلة على دور برد كده، ومش مقريفة خالص. وكانت تعباني بقى، كل شوية تدخل تزن كده وتعيط، واقعد بيها شوية. وبصوا كانت تعباني اول اليوم ده. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، ويبعد عنها كل حاجة وحشة ان شاء الله، ويحميها كده يا رب. المهم بقى ايه بدأت اخلص بقى كده نص الكمية، وبعدين هحط اللحمة كده. كده احط اللحمة بقى ان شاء الله كده. لا لسه ما خلصتش نص الكمية كده. تمام. عايزة اقول لكم ان انا جبت ازازة الدواء بتاعت رحمة، بس مش عاملة معاها نتيجة خالص، مش جايبة معاها نتيجة خالص والله. آه جبت دواء اسمه اللي هو اسمه 1 2 3، ده مش عامل معاها نتيجة خالص. جبت كده خلاص اهوت، حطيت اللحمة كده. بفرد بقى اللحمة كده بالراحة، بفردها في كل الجوانب بتاع الجلاش كده، عشان تبقى كل حتة واخدة الكمية بتاعة اللحمة بتاعتها. طبعا عاملة كمية لحمة عشان الصينيتين، انا هعمل صينيتين جلاش، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة يعني. وانا قايله لكم طبعا ان يوم الخميس والجمعة دول انا بعمل لهم اكلة واحدة، هي اكلة بتكفيني الخميس والجمعة. عشان ابقى يوم الجمعة كده قاعدة رايقة، وهو تسخين بس وخلاص، ما اقعدش تاني، ما اقفش في المطبخ، يبقى في يوم ريست كده من المطبخ يعني. هو يا دوبك تخشي تسخني، هتولعي الفرن او هتولعي البوتاجاز تسخني الاكل وتقعدوا تاكلوا وخلاص. يبقى عندنا يوم فري كده. عفوا. كده خلصت اللحمة، وهبدأ بقى ارص تاني طبقة طبقة من الجلاش كده. طبقة وبعدين احط السمنة او الزبدة، وابدأ تاني ابدأ تاني ارصها بقى. كل رصة طبعا بيبقى بينها سمنة وزبدة. دي كانت شريحة من اللي انا قصيتها، فقلت اغطي بيها الحتة اللي هي عريانة من اللحمة دي. ايوه جات لي الفكرة دي يعني، فقلت حلو مظبوطة اهي تمام. فجيت بقى عملت الورقة التانية عادي كده خالص. والله بصي الجلاش سهل وما بياخدش حاجة، وبيبقى طعمه لذيذ، والاطفال كلها بتحبه، ما حدش بيختلف عليه خالص. مفيش حد يقول لي انا ما بحبش الجلاش، ما سمعتش حد قال لي انا ما بحبوش. تمام. ويا سلام بقى لو رقاق بقى من ايد ست الحبايب كده، الله يرحمها يعني، كانت بتعمل لنا الرقاق طعمه تحفه ما شاء الله عليه.
والله بصي يعني انا اعتبر ما اكلتش رقاق حلو كده من ساعه ما مامتي توفت، الله يرحمها يعني. انا ما بعرفش اعمله في البيت الرقاق يعني، فكنا بنشتريه مامتي كانت بتعمله الله يرحمها في البيت في الفرن اللي هو الغاز ده، كانت بتعجنه هي وتعمله. لكن بعد كده بقى جيت اشتريه بقى ما بلاقيهوش حلو الصراحه. عملته كذا مره مش حلو، مش عاجبني، بالذات اللي هو الناشف ده. بس ما جربتش الطري عشان ما اظلمش برضو حد، انا ما جربتش اللي هو الرقاق اللي هو الطري، جربت اللي هو الناشف اللي هو بيبقى مقرمش ده. كده بقى هي تخلص، قربت اخلص الصينيه بحالها كده. تمام. خلص بقى الصينيه بحالها، يبقى كده انا طبعا غاسله الملوخيه وطفتها وغسلتها وركنتها تتصفى. وهنقشر الثوم مع بعض واحنا بنعمل الرز، هقشره، كنت فصصته برضو وهقشره. وكل حاجة يعتبر جاهزة. الرز غسلاه بتاع الرز بتاع الرز الشعري. هعمل طبعا طبقين رز كده، يعني حوالي كيلو او كيلو الا ربع من الرز وربع شعري. تمام. فقلت هجهزه برضو، انا حطيته في المصفى بتاعه الرز بس ما غسلتوش يعني عشان ما يبوش. وكده خلصت صينيه الرقاقيه. تمام. هقطعها، ابدا بقى اقطعها. قطعتها هي، كنت خلصت برضو عملت التانية، بقطعها كده مثلثات كده. والتانية برضو قطعتها هي نفس الحكاية. في الوقت ده كانت الفرخة خلاص هي تستوت. تمام. فهبدأ بقى احط دول في الفرن، واطلع الفرخة برضو احطها. حطيت عليها بقى معلقتين كاتشب كده، ومعلقة زبدة من على الوش كده عشان تديها ايه اللمعة وايه، وتدي اللون بتاع الشوي ده. تمام. هنا بقى بدأت اعمل الرز. تمام. معلقة زيت برضو، معلقة سمنة، وحطيت الرز شعرية تتحمر. مفيش اسهل منه يعني، ومفيش حد ما بيعرفش يعمل الرز، سهل جدا يعني. تمام. في الوقت ده غسلت طبعا الرز اهوت، وجبت التوم بقى عشان اقشره على ما الشعرية ايه تتحمر. قلت اقشره كده وانا واقفة جنب الشعرية عشان ايه تتحمر، واكون ايه بعمل حاجة تانية يعني. انا طبعا غاسلة الملوخية قبل ما ابدأ الفيديو خالص، قطفتها لوحدها وغسلتها. رحمة طبعا كانت بتقطف معايا يا جماعة، والله كنت عايزة اصورها بس ايه، التليفون كان فاصل ساعتها. كنت عايزة اصورها وهي بتقطف الملوخية معايا، المرة الجاية هصورها لكم. صح يا رحمة؟ كنت بتعملي ايه مع ماما؟ تقطف الملوخية؟ كانت بتقطف الملوخية، قاعدة تسمعني وانا بسجل الفيديو يا جماعة والله. كده انا خلصت اهوت الرز، اقلبه بقى اشوحه، لازم تشوح كويس كده في السمنة والزيت عشان ايه بيبقى مفلفل منك ما يعجنش. كنت بوريكم بقى الجوانتي ده انا مفصلاه يا جماعه، انا مفصلاه، انا عندي مكنه خياطه كنت وريتها لكم في الروتين. انا اللي مفصله الجوانتي ده. بصوا حتى بقول لكم انا اللي مفصلاه، لسه ما كنتش عملته بالسرفله وكده. آه انا بفصل طبعا كل حاجتي في البيت يعني هنا. انا مفصله بياضات الانتريه اللي كنت فرشاها ديت. هنا بقول لكم ان دي بقى اللبن والشوربه اللي انا هسقي بيهم الجلاش. بحط كوبايه لبن، بحط كام كوبايه شوربه كده، وبحط اكسر عليهم البيضه ديت، وفلفل بقى وكمون وسنه ملح صغيره، احنا عشان حاطين في اللحمه ملح والشوربه فيها ملح، ما تكتريش ملح. تمام. الجلاش هو بيطلع كده، ببدأ ايه اسقيه بالميه بالشوربه معلش، باللبن والشوربه والبيض ده. تمام. بعدين ادخله الفرن تاني بقى يشرب بقى الحاجات دي. تمام. وادي الصينيه التانية هعملها نفس الكلام نفس الحكايه، هخلصها برضو احط عليها اللبن واجي ننزلها تاني ندخلها الفرن. تمام. كان الملوخيه بقى كنت خلاص كانت اتصفت وبقت جميله هي. الملوخيه ب15 جنيه يا جماعه، والله جايباها ب15 جنيه. يعني هي قربت تقريبا تخلص او حاجه زي كده فغلي. كده انا خلصت بقى، قلت هقطف الملوخيه اقطفها وبرجع لكم. كده ادي الجلاش اهو طلعته من الفرن. طبعا في الوقت ده انا طلعت الجلاش ودخلت الفرخه تتحمر كده من على وشها. تمام. وادي الصينيه التانية اهي. تمام. وبعدين خلصت الرز كان خلص، ادي الفرخه كمان طلعت والرز كان خلص، كان فاضل لي بس ايه الملوخيه.
تمام. فقلت هعملها على طول برضو. تمام. كان كده كان محمد في المدرسة، كان يعتبر جه وانا بعمل في الملوخية، محمد ابني. تمام. كان الملوخية برضو حطيت الشوربة غليت، جيت حاطة الملوخية، سقطت الملوخية قعدت اقلب فيها، وانا في على العين التانية بعمل ايه، الطشة بتاعتها. تمام. التوم بتاعها. تمام. التوم خلص وجيت نقلها على العين العالية، وجيت ايه قلت احط التوم على طول وخلاص كده الملوخية خلصت. قلت اجربها بالطريقة دي عشان المرة اللي فاتت انا كنت مجرباها بطريقة تانية، عاملاها بطريقة تانية. اللي انت باينة هي انا كنت بعمل الاول التوم وجي حاطة الشوربة عليه وبعدين الملوخية. لا دلوقتي انا عملت الشوربة على الملوخية عشان انا كنت شايفة الطريقة دي على على اليوتيوب قبل كده. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وده كان اكلنا النهارده. يا رب يكون الفيديو استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. وطيب ما تنسوش الكومنتات الحلوة اللي بتسعدني وفيها ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولهم باي يا اصحابي. قولي قولي قولي. قولهم باي. قولهم باي. 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 لما تضغطوا لايك باي. واشتركوا في القناة.